مرحبا حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير بمناسبة رمضان. يا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية. اليوم راح اسوي لكم اطيب محشي البصل بطريقة كلش سهلة وبسيطة، ويلا خلونا نبلش بطريقة التحضير. عندي كيلو بصل وراح اشوف لكم الخطوة بخطوة. حتركه مدة 5 دقائق واشوف لكم طريقة السلق، وهسه راح نكمل الباقي الشغلات. في معدنوس وراح اقطع شبنت وياه، ونقطع البصل والثوم والطماطة وحدة ناخذ، وبعدين هشوف لكم خطوة بخطوة. هسه راح ابلش احمس الحشوة. اول بداية حمست التمن او الرز. هسه راح اضيف المعدنوس والشبنت والبصل والثوم، وبعدين اضيف التوابل. هسه هنا ضفت المعدنوس والشبنت، وضفت قليل من الكزبرة وبصل وثوم، وراح اخلطها ويا التمن، وراح اضيف التوابل طبعا كلها سوا. ضفت هسه التوابل كاري وفلفل اسود بابريكا باردة والسماق قليل ضفت، وكركم وقرفة. هسه راح اتركها تنحمس، وبعدين اضيف لها صلصة الطماطة. طبعا انا مقطعة همية طماطة راح اضيفها وياها وحدة، وبالاخير راح اضيف الصلصة الطماطة، ونضيف دبس الرمان ربع كوب نضيف وياه، والملح هذا حسب رغبتكم الملح. هسه هنا البصل طبعا عندي انسلق. هسه راح اطلعه بالمصفي واتركه وافتحه الوحده وحده بمي بارد. هنا عندي كوبين مي وملعقتين كبيره من الصلصه معجون الطماطه، والملح قلنا اختياركم. وهنا عندي البصل انسلق وفتحته بهذا الشكل، وهسه راح نبلش نحشيه. عندي هنا صلصة طماطة ضفت وياها التوابل السماق وقليل من الكاري فلفل اسود، وضفت الملح حسب رغبتكم، وقليل دبس الرمان. هسه راح اضيفه على البصل، بعدين اشوف لكم الشكل النهائي بس يستوي. وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. مثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، واتمنى تعجبكم. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا رابط قناتنا مع اصدقائكم واقربائكم، ونتمنى نوصل العدد الاكبر. واحبكم كلش هواي، والف عافية. باي.